الصديقات العزيزات، الأصدقاء الأعزاء في كل مكان، مرحبا. قبل فترة أعلنت تضامني مع نشطاء السويداء، ومنهم الشاعر والصحفي ماهر شرف الدين، والصحفية الناشطة الصحفية كريستين شاهين وآخرين. وجدني شوية تعليقات بايخة وسمجة وغبية وتافهة. من ضمن هاي التعليقات إنه هدلوني فلول. طبعا مصطلح الفلول يقصد به أنصار النظام السوري السابق أو من كان مع هذا النظام. المهم يعني طبعا هذا أسلوب رخيص وتهمة جاهزة وتهمة غبية، ويعني تعبر عن العجز وعن عن النفاق. لماذا أقول ذلك؟ لأنه إذا نظرنا إلى نظام الجولاني ومن يوالي نظام الجولاني أو المعارضة السورية باستثناء بعض الجماعات، قطاعات واسعة من المعارضة السورية على زمان نظام بشار الأسد كانوا بعثية، كانوا رجال أمن، كانوا عناصر جيش، كانوا كتيبة تقارير، كانوا ضمن السلك الإعلامي التابع لنظام الأسد، وخدموا نظام الأسد كثيرا عبر التجسس، عبر كتابة التقارير، الوشايات، حتى يعني اقتراف التعذيب في السجون وأقبية المخابرات. يعني أمثلة كثيرة يمكن أن أوردها هنا على أنه الموجودون حاليا في السلطة أو الذين يوالون السلطة ويدافعون عن السلطة قضوا أعمارهم في خدمة نظام الأسد الأب ونظام الأسد الابن. يعني مثلا يعني أحمد شو اسمه أسعد الزومبي، أسعد الزعبي، يعني هذا شو كان قبل 2011؟ شو كان هذا؟ ألم يكن جزءا من آلة نظام بشار الأسد، آلة البعث الأمنية والعسكرية؟ شو كان هذا اللي بيطلع على الإعلام ويبعبع ويجعجع ويهاجم أهل السويداء ويهاجم الكرد بعصبية وبجهالة وبجاهلية بعثية قومية عروبية نتنة وقحة؟ هذا شو كان؟ ألم يكن جزءا أصيلا من نظام البعث؟ الرياضان، رياض حجاب رئيس الوزراء السوري الأسبق، عندما انشق وصار رئيس الهيئة العليا للتفاوض وصار مسؤول وعلى مقاعد المعارضة، شو كان؟ ألم يكن جزءا أصيلا من نظام البعث؟ الآن يمكن أن يعني يجد لنفسه تسوية ويأتي مرة أخرى يعني في سياق التسويات التي يبرمها نظام الجولاني مع فلول النظام السابق. يعني رياض حجاب كان بعثيا وأسديا وجزء من النظام وما زال من فلول النظام البعث. رياض الثاني، رياض نعسان آغا، في الثقافة، في القصر الجمهوري، شو كان؟ مدائحه لنظام الأسدين، الأسد الأب والأسد الابن، موجودة تملأ السوشيال ميديا. الآن هؤلاء الذين يدافعون عن الجولاني بقضه وقضيده وعجره وكل هالتفاصيل،
ألم يكونوا بعثية، ألم يكونوا فلول وما زالوا فلول، فلول البعث التي انتمت لنظام الجولاني. مين كمان بتكون يعني بالعشرات بالآلاف. طيب ما نروح بعيد، الموجودين حاليا في الواجهة الإعلامية وكذا، لنطرح هذا التساؤل، يعني سؤال مش شخصي، هذا ليس سؤالا شخصيا ولا شخصنة الأمر، يعني بضدها تتبين الأشياء. تعالوا خلونا نسأل الموجودين الآن في الواجهة الإعلامية. معاذ محارب يعني قبل 2011 شو كان؟ ما كان بعثي؟ يقول ما كنت بعثي. أسرته، والده، عشيرته، ألم يكونوا بعثية؟ ألم يكونوا جزءا من هذا النظام، نظام البعث، ذاك النظام، وهم الآن جزء من هذا النظام، نظام الجولاني. مين بتكون كوس العمر؟ شو كان كوس العمر؟ كان يعني شقفة بعثي في إعلام البعث، انتقل إلى إعلام المعارضة، ولا صار يعني يطبل ويزمر ويهشتك لنظام الجولاني. هؤلاء الموجودين في الإطار الإعلامي أو في السياق الإعلامي قبل 2011 شو كانوا؟ ألم يكونوا جزءا من أصيلا وفاعلا من آلة البعث؟ يقولوا انشقينا، أي أنت انشقيت، بس أنت قضيت عمر في هذا النظام أنت، واستفدت من هذا النظام أنت وأبناء عشيرتك وعائلتك وأسرتك. اللهم يعني اللي كانوا أساسا أخوان بقوا أخوان، يعني أو اللي كانوا سلفية جهادية أو اللي كانوا شيوعيين، لكن البعثية أعضاء وكوادر في حزب البعث وفي الجهاز الأمني وفي الآلة الأمنية والعسكرية معروفين. ما حدا يجي يحكي كلمة يعني كتبنا كلمتين دعما لناشط أو لكاتب أو لليوتيوبر أو أي للفعل النقدي، للوعي النقدي، بيطلع لنا واحد بيقول إيه هدلون فلول، أنتم بتدعموا الفلول، لك بتطلع 60,000 فلول، أنت بتطلع أنت ونظامك بيطلع 60,000 فلول، نظامك الحالي. الآن الموجودين والموجودون في السلطة هم حاصل جمع فلول القاعدة، فلول داعش، فلول البعث، وفلول الصدامية، وخلاص حطوهم في خلاط وبيطلع لك الجولاني. أنتم حاصل تجميع فلول، يعني حتى فلول يعني مبندق، فلول مش معروف، يعني خليط من الفلول، مش بس فلول تفصيل معين محدد. يعني أنتم حاصل تجميع هؤلاء الفلول. خليه يطلع كل واحد ويبرز ماذا كان، يعني على زمن نظام البعث، حافظ الأسد وبشار الأسد، وبعدين يجي يتهم الناس ويقول أنتم فلول، يعني على أساس هو مقضي عمره هو وأبوه وعشيرته وعائلته في معارضة ومقارعة نظام بشار الأسد، هيك على أساس مقضيها معارضة، هيك طلع نزل من بطن أمه معارض. يعني بدها شوية خجل، بدها شوية توازن، بدها شوية حياء، لكن لا حياء ولا حياة لمن تنادي. الجميع استعداد للطبسة جمعا كليا. طابس
أحمدهم أبو محمد الجولاني أطلق تصريحا غريبا عجيبا. ماذا يقول هذا على أساس بيسموه داهية؟ إنه ليس امتدادا للأحزاب الإسلامية ولا يعني هي الأحزاب الإسلامية بيصنفها سواء كانت التنظيمات الجهادية أو الأخوان المسلمين أو امتداد يعني في أضعف الأحوال، وليس امتدادا للربيع العربي أيضا. طبعا هذا الكلام التافه والغبي بحاجة إلى من يصدقه. هذه الأكذوبة الغبية والسمجة بالفعل يعني أوساط هذا النظام لن يصدقوا. يعني إذا موسى العمر أو قتيبة ياسين أو ومين كمان جميل الحسن وهل شو كان هذا ثاني عبد الله إعلامي صحفي جبهة النصرة شو كان اسمه. المهم إذا هؤلاء بإمكانهم أن يصدقوا هذا الكذب، يعني بدها شوية كمان شوية معقولية ومنطقية في طهي وفبركة الأكاذيب. هذا رئيس سلطة انتقالية، والرئيس السوري الحالي وأحمدهم وأضرب وأطرح وبيكذب له هيك كذبة، هيك كذبة يعني لا تنحط بميزان ولا بأبان. أنت شلون مانك امتداد للتنظيمات الإسلامية؟ كيف يعني؟ وانت مانك لا تنظيمات جهادية إطلاقا إطلاقا يا ضنايا، يعني لا امتداد للتنظيمات الجهادية ولا الإخوان ولا حتى الربيع العربي. طبعا هذه الكذبة الكبيرة تدحضها وتفندها التاريخ القريب هذا، وكأنه إذا بعد مثلا 1000 سنة، حتى بعد 1000 سنة كمان، إذا أطلق الجولاني هذا التصريح لن يجد من يصدقه. لكن فما بالكم أنه الموضوع ما مر عليه شهور؟ كيف يعني أنت لست جزءا أو امتدادا لتنظيمات الإسلام السياسي والسلفية والإخوان والربيع العربي؟ كيف؟ ما أنت بداية ظهورك من 2011 وما جرى عدا عن يعني شو كيف فينا نصنف تنظيم جبهة النصر ووجودك في داعش ووجودك في القاعدة وجبهة تحريم الشام وكل هالقصص هي وين نكبها؟ في أي زبالة بدنا نكبها مشان نصدق حضرتك يا أبو الجوج أبو محمد الجولاني؟ طبعا هذا الكلام الغبي وغير المنسجم وغير قابل للتصديق. ومين هذا الغبي اللي بده يصدق هذا الغبي؟ هذا كلام موجه لمصر وموجه للسعودية والإمارات اللي كانت لها موقف واضح وصريح من التنظيمات التكفيرية الإسلامية الإخوان والجهادية، ضحايا يعني هذه البلدان كانت ضحايا لهذه التنظيمات. لكي يقنع أبو محمد الجولاني هذه البلدان بأنه ليس امتدادا لتنظيمات الإسلام السياسي، ينبغي يعني أن يسلم الإرهابيين السعوديين الموجودين على الأرض السورية للسعودية، أن يسلم الإرهابيين المصريين الموجودين على الأرض السورية للسلطات المصرية، ويعني
لا يمنح هؤلاء الإرهابيين الجنسية والمناصب، مغاربة وجزائريين وتوانسة ومصريين ومن الخليج. الموضوع ينبغي أن يترجم على أرض الواقع بأنه بالفعل أبو محمد الجولاني ليس امتدادا لهذه التنظيمات. يعني تصريح كتير ساذج ويلزمه جيش من الجهلة والسذج حتى يصدقوا أبو محمد الجولاني. الجميع استعداد دبلوماسي جمعا كليا. طابيس. تصريح آخر لأبو محمد الجولاني يعني يتوازى في تفاهته وسذاجته وغبائه وجهله واستحماره لقاعدته الجماهيرية. قول الجولاني أنه تنازل عن الجراح التي سببها حزب الله في سوريا ويرفض أن يتم استخدامه في تصفية الحسابات. طبعا هذا في سياق التنازلات والحصول على الشرعية ما خلى حدا وطوبز الجولاني طوبز له لكي يحصل على الشرعية مقابل الطوبزة. يحصل الشرعية من الأمريكيين مقابل الطوبزة للأمريكيين. يحصل لكي يحصل على الشرعية مقابل من الأنظمة العربية ينبغي أن يطوبز للأنظمة العربية. من تركيا نفس القصة. هذا التصريح موجه لإيران، وأنا سبق وذكرت أن هنالك مساعي لتقديم خدمات الطوبزة لإيران، وهذا التصريح أيضا يندرج في هذا الإطار. يعني محاولة تغزل خفية للإيرانيين أنه نحن لسنا جزءا من تصفية الحسابات معكم، لا من تصفية الحسابات بلدان الخليج ولا الأمريكيين ولا الأوروبيين، وخلاص موضوع حزب الله وما اقترفه حزب الله من جرائم في سوريا صار طي النسيان عند الجولاني. بس ينبغي أن يقنع الجولاني الشعب السوري بأن ينسى. هو يبدو الجولاني بده الشعب السوري كله ينسى أنه الجولاني كان جهادي وإرهابي ومتطرف وفي داعش وفي القاعدة والنصرة. هذا واحد. وينسى معه العالم العربي والعالم أجمع أنه كان من هذه الطينة، ويريد أيضا أن ينسى الإيرانيون أنه تركيبة الجولاني وكينونة وهويته العقائدية والأيديولوجية هي من هذا الصنف. يتحدث عن التنازل، تنازل عن هذه الجراح. طيب هذا التنازل ينبغي أن يكون له مقابل، الحصول على الدعم والشرعية من الإيراني. لمنع المشاكل التي يمكن أن يتسبب فيها حزب الله للجولاني أو لنظامه في العلاقة مع الجار اللبناني. كل هذه التصريحات والتنازلات والطوبزات من قبل نظام الجولاني الهدف منها الحصول على الشرعية. عديم الشرعية بده شرعية، عديم الكرامة بده كرامة، لكن فاقد الشيء طبعا لا يعطيه. عديم الشرعية والكرامة
آخر واحد بيحكي على شرعية فضيلة الشيخ حكمة الهجري وأبناء السويداء أبناء الكرامة، عديم الكرامة والأخلاق. آخر واحد بيحكي عن الكرد وعن قسد ويستهدفهم في شرعيتهم. أصلا شرعية قسد سابقة بسنوات على شرعية الجولاني ونظام الجولاني. تصوروا لو أن نظام بشار الأسد ما سقط في إطار تلك التسويات لبقي الآن الجولاني أبو محمد الجولاني أميرا على إدلب، بقيت قوات قسد جزء من التحالف الدولي ضد الإرهاب. وشرعية قسد كما ذكرت سابقة، يعني قسد غير مجبرة لتقديم كل هذه التنازلات والطوبزات لحتى تحصل على الشرعية. نظام الجولاني هو يعني حطم أرقام جينيس، يعني سجل وحطم، سجل اسمه في سجل جينيس للأرقام القياسية، وحطم الأرقام القياسية فيما يتعلق بالطوبزة لكل الأطراف فقط للاستئثار بالسلطة والحفاظ على السلطة. هذا هو منهج الإسلام السياسي: التمسكن لحين التمكن، والطوبزة يعني بيعتبروها يمكن جهاد كمان، الطوبزة للحصول على المكاسب والشرعية، وبينظروا بالشرف والوطنية والكرامة وكل شيء بيخطر على بالكم، وبيحاولوا يقنعوا الناس بأنه هن بالفعل ليسوا امتدادا للإسلام السياسي، على العكس وليسوا امتدادا للربيع العربي، ويعني هن امتداد للشو؟ امتداد للجهالة، للغباء، للإرهاب، للتكفير، للتخوين. هم حاصل كل هذه السلوكيات والذهنيات والفاشيات: فاشية قومية زائد فاشية دينية زائد فاشية طائفية. وشوفوا أنتم شو راح يطلع معاهم. يعني سيتحفنا أحمدهم بتصريحاته الجميلة المتوازنة الرزينة التي تفيض عقلا ووعيا وعمقا. يعني قديش عميق هذا الجولاني، يعني اللهم زد وبارك من هكذا نوع من التصريحات. أكتفي بذلك على أمل اللقاء في موضوع آخر. دمتم بألف خير.